لماذا قلت لك الدليل الأول على أن هذه الآية هي خاصة بأصحاب الكساء وليست خاصة بنساء النبي أو تشملهن هو قول النبي، قوله حجة عندنا وعندكم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال اللهم هؤلاء أهل بيتي. النبي عمل بتحديد الذين هم أصحاب الكساء الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا حينما حصرهم، وهذا يسمى بالحصر أو القصر باللغة العربية. النبي هو المشرع، هو الذي بين ذلك وقال هؤلاء الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وقلت لك أن أم سلمة أرادت الدخول، فلو أن نساء النبي مشمولات بآية التطهير لكانت دخلت ولو ضمنا، أو قال إنك معنا من المطهرين ولكن لا ينبغي الدخول. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا لن تدخلي معنا، إنما الله سبحانه وتعالى طهر الموجودين. أما عدم احتجاجك بالسباق واللحاق، أقول لك يا شيخ عمار الآيات بينات واضحات حتى في ظاهر اللفظ. عندما دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لأم سلمة أنت على خير، وكيف تريد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل أم سلمة وعلي تحت الكساء وليس من محارمها؟ ما أعرف يعني هل يجوز لأم سلمة أن تدخل تحت الكساء مع علي؟ طيب جميل. الأمر الثاني العجيب هو أنك تقول أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يدخل أم سلمة تحت الكساء لأنها أجنبية، وعندكم أن النبي قد أدخل تحت لحافه رجلا أجنبيا وإلى جنبه وبينه وبين عائشة دون أن يكون النبي موجودا، وإنما أنزل اللحاف واضح، وكان اللحاف فاصلا بين عائشة وبين هذا الشخص. طبعا إخوتي هذه الأدلة حتى لا نكون مدعين. طبعا الدليل الأول ابن أبي عاصم في كتاب السنة باب ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الزبير بن العوام، الجزء الثاني صفحة 611 حديث 1394. حدثنا محمد بن مثنى حدثنا إسحاق بن إدريس حدثنا أبو معاوية حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير قال بعثني رسول الله في حاجة في يوم بارد، قال فجئت ومعه بعض نسائه في لحافه، قال فأدخلني في لحافه. أيضا في مسند إسحاق بن راهويه الجزء الرابع صفحة 182 حديث 1977 أخبرنا روح بن عبادة حدثنا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه ليلة الأحزاب الزبير، بعث ليلة الأحزاب الزبير ورجلا آخر في ليلة فقال قرة، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جاءوا ورسول الله صلى الله في مرط لأم سلمة فأدخلهما في المرط، التزق رسول الله بأم سلمة. هنا أم سلمة دخلها وهناك تحت الكساء ما يدخلها. أيضا عندنا أخواني وردت رواية في البحار نقلها العلامة المجلسي من أن أمير المؤمنين أيضا كان تحت اللحاف، ولكنها رواية ضعيفة ووردها العلامة المجلسي في الجزء العاشر صفحة 49. الأمر الثالث إخواني الحاكم النيسابوري أيضا ذكر في المستدرك على الصحيحين اللي جماعة ذاك اليوم الشيخ مبي هو سني لو شيعي، ذكر في الجزء الثالث صفحة 346 حديث 5618 بإسناده موجود عن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال أرسلني رسول الله في غداة باردة فأتيته وهو مع بعض نسائه في لحافه فأدخلني في اللحاف فصرنا ثلاثة. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرج. أعتذر فقط عن قضية واحدة، أنا قلت عائشة ولم ترد المفردة في عائشة، أنا أعتذر هذا كان اشتباه مني. نعم المهم أنها إحدى نساء النبي، مرة ذكرت أم سلمة ومرة نسائه. أولا يا شيخ عمار الله يحفظك، الأحاديث التي جئت بها على أن النبي أدخل رجلا فهذه الأحاديث ضعيفة عند أهل السنة والجماعة. فعندك الحديث فيه محمد بن سنان القزاز كذبه أبو داود وغيره، والحديث الآخر اللي هو فيه إسحاق ابن إدريس بصري متروك الحديث. فالله يحفظك يعني إن وجد في كتبنا فليس هذا دليل إلا أن نرجع للسند والإسناد. ثم الذي ثبت عندكم يا شيخنا أن في بحار الأنوار فإذا قام إلى الصلاة يحط بيده اللحاف من وسطه بيني وبين عائشة حتى يمس اللحاف، هذه جاءت في كتبكم هي التي جاءت بها. طيب وابتداء فضيلة الشيخ أنا الذي بين أن هنالك رواية عندنا تقول أن النبي كان يضع اللحاف بين أمير المؤمنين وبين عائشة، وقلت أن هذه رواية ضعيفة
وبينت منشأ الضعف فيها. ثانيا تقول أن رواياتنا 3 روايات جاءت ضعيفة ولم تضاعف إلا واحدة، وهذه تحتاج إلى بحث مفصل. المفروض أن يكون الرد تفصيليا في سبب تضعيف الروايات الباقية. ثالثا لو فرضنا أن هذه غير موجودة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، فما تقول بالرواية التي تقول أن النبي كان يجلس في الطريق ومعه عائشة وكانوا يأكلون حيسا في قعب فجاء عمر فلمس إصبع زوجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلماذا لم يفعل الرسول بهذه الغيرة التي منعته من إدخال أم سلمة تحت الكساء كما فعل كما فعل في أم سلمة، ولم يفعل ذلك في قضية عمر؟ هذه الرواية إخواني أذكرها لكم حتى لا يقال أن الشيخ تجنى. فتح الباري الجزء 8 صفحة 480 في رواية مجاهد عن عائشة لنزول آية الحجاب سبب آخر بلفظ كنت آكل مع النبي حيسا في قعب فمر عمر فدعاه فأكل فأصاب إصبعه أو إصبعي فقال حس أوه لو أطاع فيكن ما رأتكن عين فنزل الحجاب، ويمكن الجمع إلى آخر كلامه. أقول هل من المعقول أن نبيا صلى الله عليه وسلم يجلس في الشارع ويأكل؟ ليش بالشارع؟ ليش مو داخل البيت؟ وكيف مر عمر هذا كان في البيت كيف رآهما؟ هل الشباك مفتوح والنبي يجلس مع أهل بيته ولم يستر أهل بيته؟ على كل حال فهذا يحتاج إلى رد مفصل من فضيلة الشيخ. بادئ ذي بدء كنت آكل مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم حيسا في قعب فمر عمر فدعاه فأكل فأصابت. لو أن الشيخ انتبه إلى لفظة فأصابت إصبعه إصبعي فقال حسن، يعني 2 يأكلون بوجود النبي صلى الله عليه وسلم محرمها وطاشت الأيدي في الصفحة أو في الصحن فأصابت. أقول شيخ العزيز الكلام ليس في إصابة الأصبع للأصبع، هذا الموضوع. أنا أقول كيف للنبي أن يفعل ذلك الذي قلت أنه لم يدخل أم سلمة تحت الكساء لوجود علي بن أبي طالب الذي هو ابن عمه وزوج ابنته، ومع ذلك أجاز لعمر بن الخطاب الجلوس مع زوجته في الشارع ويأكلان، وما ردت لي كيف يجلسون في الشارع وغير ذلك. ثم مسألة المرط وإدخال أم سلمة، كم حجم المرط يا شيخ؟ أعطني كم قياسات المرط واضمن لي أن المرط كان بيتا كبيرا لأقول لك أن كان كل واحد راح يجلس بزاوية. طيب بعد ذلك يقول الشيخ أعطني حجم المرط. المرط هو طبعا كساء مصنوع من شعر. يقول لي أعطني أركانه حتى أقول لك هل يمكن أن تدخل معه أو تحته أم سلمة؟ أقول شيخنا العزيز بما أن حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد، بما أنه قد دخل تحته 5 فما المانع أنه يستوعب للسادس؟ إذا قلت لا كان يستوعب 5 ولم يسع السادس فنحتاج إلى دليل أن سبب المنع هو أنه لم يسع سادسا كالسيارة التي تسع 5 أشخاص فلا يمكن أن نضيف فيها سادسا. واضح؟ خاصة يمكن أن تجلس عند النبي عند فخذ النبي يرتبون لها مكان يا شيخنا، صح ولا لا؟